السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، الصف الأول والصف الثالث. جاي النهاردة أكمل لك بارت 2 من الباست بيرفكت. زمن مهم جدا هو والماضي البسيط، بس جاي أقول لك جزء بقى مهم بيتكرر في أولى ثانوي والثالثة ثانوي، هو جزء الروابط الخاصة بالباست بيرفكت وبالباست سيمبل. تعال نشوفها كده مع بعض بارت 2. بس برضه قلت أفكرك بالباست بيرفكت اللي هو هاد والبي بي. لو بدأ بالفاعل يبقى مبني للمعلوم، لو بدأ بالمفعول يبقى مبني للمجهول. يبقى كده الفاعل زائد هاد والبي في ماضي تام مبني للمعلوم، المفعول زائد هاد بين زائد البي في ماضي تام مبني للمجهول. انا قلت افكرك برضو بيه هاد والبي في، هاد بين والبي في او هاد بين والبي في. تعال نشوف اهم جزء غير افتر واز سون از وبيفور وباي ذا تايم اللي انا قلتها لك امبارح، وتل وانتل. زي ما انت بتقول ايه الروابط التانيه؟ دي روابط خاصه برضو بالماضي التام، وهي نو سونر ومعها الرابط زان، هاردلي وسكيرسلي معاها الرابط وين. ليها شكلين، ليها شكل جمله خبريه وشكل جمله استفهاميه. لو جت في الجمله الخبريه بتيجي في ما بين هاد والبي بي في وسط الجمله. يبقى لما نيجي نتكلم على نو وهاردلي وسكيرسلي ليها موقعين او ليها شكلين. شكل خبري فهتيجي في النص ما بين هاد والبي بي، زي My friend had no sooner finished work than he traveled. ادي no sooner جت في نص الجمله، وادي had وادي البي بي. يبقى كده الجمله خبريه ده اخرها نقطه، والجمله برضو الاستفهاميه هتبقى اخرها نقطه لانها تعتبر اتحولت الى جمله خبريه وليست جمله استفهاميه. يبقى انا عندي had no sooner hardly scarcely زائد البي بي، دي كده شكل جمله خبريه. طيب نو سونر بيجي معاها الرابط زان وليس زن ولا ذات. هاردل وسكيرس بمعنى الرابط وين. طب هما معناهم ايه؟ لم يكد حتى. يبقى معناهم بالعربي لم يكد حتى. بعد زان وبعد وين اوتوماتيك بيجي ماضي بسيط ودي ثابته. يبقى سواء كانت نو سونر جت في جمله خبريه جت على شكل استفهامي، هي زان ووين ثابته بيجي بعدها باست سيمبل زي الجمله زان هي ترافل. يبقى نو سونر معاها الرابط زان، هاردل وسكيرسي معاها الرابط وين، جت ما بين هاد وبي بي في شكل الجمله الخبريه. اما لو شكل الجمله الاستفهاميه الطبيعي هيجيبها لك شكل كابيتال، هتبقى نو سونر هاردلي سكيرسلي بلس هاد بلس الفاعل بلس البي بي، والجزء الثاني من الجمله ثابت سواء كان زان او وين، ثابت زي ما هو. يبقى لو بدا بنو سونر الجمله او بدا بهاردلي الجمله او بدا بسكيرسلي الجمله هيجي بعدها هاد زائد الفاعل زائد البي بي. نو سونر هاد ادي هاد عشان بدا فيها الجمله، ادي احمد الفاعل، ادي واتشد البي بي، وزان وكملت الجمله زي ما هي. يبقى انا عندي نو وهاردل، والجزء ده مهم جدا، جزء نو وهاردل وسكيرسلي في شكل استفهام هيجي بعدها هاد والفاعل والبي بي، في شكل خبري هتيجي ما بين هاد والبي بي. فنركز في الثلاث كلمات دول. واخر حاجه اقولها لك وهي ان افتر وبيفور بدون فاعل اوتوماتيك اي ان جي. افتر بيفور، وهنا مفيش فاعل، ليها حالتين. مفيش فاعل والجمله مبنيه للمعلوم اي ان جي. لا يوجد فاعل والجمله مبنيه للمجهول being بلس البي بي. ودي الجزئيه دي مهمه قوي. افتر بمشتقاتها، بيفور بمشتقاتها، وبدون فاعل والجمله مبنيه للمعلوم اي ان جي. افتر او بيفور بمشتقاتهم وبدون فاعل والجمله مبنيه للمجهول being زائد البي بي. يعني افتر playing، انا اللي هلعب الكرة، وانا على سبيل المثال اي واتش ات، وانا اللي هتفرج. طيب افتر
being arrested criminal was sent to prison. اللي فوق انا اللي لعبت وانا اللي شهدت، اللي تحت هو arrest. هل المجرم او اللص هيقبض على نفسه؟ لا لا، يتم القاء القبض عليه. يبقى الجمله جت بعد افتر او جت بعد بيفور وجت بعديها بدون فاعل ومبنيه للمعلومه احط لها اي ان جي. افتر بمشتقاتها، بيفور بمشتقاتها، وما جاش وراها فاعل، يبقى والجمله مبنيه للمجهول، يبقى being زائد البي بي زي الجمله مكتوبه قدامك after being arrested criminal was sent to prison. بعد ما تم القاء القبض عليه المجرم ارسل. اصل الطبيعي ان الاوفيسر هو اللي يقبض على الكريمنال، مش الكريمنال هيقبض على نفسه. فنركز في التريكات اللي انا كاتبها لك. تعالى كده مع بعض نشوف بعض الاكزامبلز البسيطه كده. زي the company was in 2005. الشركه اسست في عام 2005. طبعا ان زائد تاريخ قديم اوتوماتيك بتديني زي ما انت بتقول ماضي بسيط. ان زائد تاريخ قديم بتديني ماضي بسيط. طيب عايز اجيب بقى الفعل هنا. founded زي ما انت بتقول فعلا اسسها، يبقى الشركه اسست عام 2005 ونركز في found وهي founded لان دي بمعنى يؤسس. اما find بمعنى يجد. found يبقى found يؤسس founded find بمعنى يجد found ونركز في التصريفات دي في found وfind. find يجد وfound يؤسس، ودي غير دي زي ما قلتها لك. تعال نشوف الجمله الثانيه. hardly had I finished my coffee. hardly الاوتوماتيك بتجيب معاها رابط when. hardly بتجيب معاها رابط when، يبقى تحت خط تحت hardly خط تحت when، لان انت عارف ان hardly وسكيرس اللي بتجيب الرابط when. يبقى كده حليت لك جزء على المدى البسيط، جزء على الخاص بالروابط نو سونر وهاردل وسكيرسلي. تعال نشوف جمله رقم 15. لو الجمله دي افتر واز سون از او بيفور بمشتقاتها ما جاش وراها فاعل، ايه اللي هيحصل؟ بيفور قدام سيادتك بيفور، لا في احمد ولا في شي ولا في هي ولا في زي ولا في وي ولا في اي. before a decision the manager reviewed all the application. طيب هما لو هو كان في فاعل كنا هنجيب ماضي بسيط عشان بيفور بتاخد ماضي بسيط، بس بدون فاعل وانا اللي هتخذ القرار، يعني الجمله مبنيه للمعلوم، يبقى before making a decision قبل ما اتخذ القرار، لان الجمله هنا مبنيه للمعلوم انا اللي خدت القرار وما عنديش فاعل، يبقى اوتوماتيك اي ان جي. لو كان بيفور موجوده وبدون فاعل والجمله مبنيه للمجهول يعني انا اللي وقع عليا الفعل، كنت اختار بينج زائد البي بي. تعال نشوف السؤال رقم 17. نو سونر اللي كنت بقول لك عليها جت في اول الجمله، يعني جت على شكل استفهامي. نو سونر جت في اول الجمله، يبقى كده عايزها خبر ولا استفهامي؟ ايوه زي ما انت بتقول كده استفهام. يعني كده عايزها فاعل والهاد والبي بي ولا هاد والفعل والبي بي؟ ايوه زي ما انت ما بترد عليا كده وبتقولي لا يا مستر ده هو كده عايزها على شكل استفهامي، يبقى عايزها هاد والفاعل والبي بي لانه بدا بها الجمله يا مستر مش هتجيبها في النص، يبقى كده عايزها على شكل استفهامي، يبقى هاد والفاعل والبي بي. يبقى تعال نشوف ديد والفاعل والبي بي، ما فيش حاجه اسمها ديد والفاعل والبي بي. تعال نشوف هي هاد ده كده بقى الجمله خبريه بدا بالفاعل. تعال نشوف ووز والفعل والبي بي، لا ما لهاش علاقه لان ده ماضي بسيط وعايز نو سونر، يبقى هي الاجابه هتبقى لتر بي هاد والفعل والبي بي. يبقى كده انت خدت شكلها كجمله استفهاميه، في الامثله اللي فوق خدت شكلها كجمله خبريه. اتدربنا على الماضي البسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.